مساء الخير لجميع الأصدقاء. يعني طبعا قصة ابن ريشة واختطاف ابن ريشة يعني فيها علامة استفهام كتير كبيرة. طبعا انخطف الزلمة بوضح النهار، لا في والله طلبوا فدية ليطلعوه، لا انه والله كان عندهم مطالب وشروط استبدلوه بمصاري يعني عملية الخطف فيها علامة استفهام كبيرة. نحن بدنا نسأل ليش صارت هالعملية؟ بس فقط مجرد من أجل تعويم بعض الشخصيات وبعض الأشخاص بعمليات تسلم وتسليم، أو بس تدمير المنطقة؟ منطقة بعلبك الهرمل لازم تضلها مدمرة ومهمشة. بعدين الخاطفين هودي اللي خطفوا ما بيعرفوا انهم عم بيدمروا مستقبل جيل موجود هلا واجيال قادمه. اليوم بتروح بدك تقدم على وظيفه باخر الدنيا، اذا صاحب الوظيفه لبناني بيعرفك انه بعلبك الهرمل ما بيشغلك. انا صارت معي حدا غير لبناني عرفني من الهرمل ما شغلني. حتى بلبنان اليوم بدك تروح تشتغل باي مصلحه بيعرفوك من بعلبك الهرمل، وبتكون انت ادمي وكواليفاي ونموذجي وما بيوصفوك بس لانك من هيدي المنطقه. انتوا عم بتشوهوا صوره مجتمع كامل. حرام اللي عم بيصير، والدوله لازم تطلع تضرب بايد من حدا يتفوق. والاحزاب المافيات العصابات اللي جاي حامي هيدي الزعران، هودي 20 ازعر 25 ازعر فلتانين بجروديات، ما فيكم تطلعوا تجيبوهن. حررتوا حلب، ما فيكم تحرروا المنطقه من هالزعران. شو لوين بدنا نوصل نحن؟ القتايل صار عندنا حقه 250 ليره، 100 ليره لبناني حق القتايل. سرقه وناهب، اهل المنطقه بيدفعوا اثمان اكثر من الناس الثانيه، اكثر من العالم الثاني. الدولة اللبنانية لازم تقوم وتطلع بقى، تطلع بعلبك الهرمل، تنظف المنطقة فوق وتهتم فيها. طبعا موضوع المطالبات وانه نحن منطقة محرومة ليستة طويلة ما بدنا نفوت نحكي فيها. بس شو اللي عم بيصير بالمنطقة لو ما بدكم توصلونا؟ في مخطط انه يضل منطقة بعلبك الهرمل منطقة غابة، مع انه شعبها ارقى شعب واطيب ناس وكرمة وجماعة. يعني شو بدي، عندنا منطقة نحن بتسخر بالطاقات. جيتوا عم تدمرونا ليش؟ افهمونا ليش؟ انا اليوم بخاف، انا مرتي بيجي بدي انزلها على لبنان بتقول لي ما بدي انزل بيخطفونا. شو بدكم فينا؟ لو ما بدكم تاخذونا بقى وين بنهرب منكم؟ على كل حال يعني فشينا خلقنا، بس وصلنا لمرحله قرفنا الدنيا. وهيدي الاحزاب اللي عامله حالها رعاة للمنطقه اللي ما عملوا فيها شيء. سنه الماضي مشروع طريق بعلبة قرية، عرفت علي، كان وزير الاشغال من عنا، راحوا نقلوا لجنوب، كان مقرر للمنطقه. ولك شو عملتوا انتوا هول 4-5 سنين؟ شو عملتوا بالمنطقه؟ طبعا ما رح نحكي على 20 سنه اللي مرقوا. بدكم ايانا نضل غابه؟ بدكم ايانا من موت على الطرقات؟ شو بدكم ايانا؟ بعدين الدولة اوكي نحن عندنا 50,000 مطلوب، يروحوا هودي ال 50,000 مطلوب يبحثوا بملفاتهم، عرفت؟ بس المجرمين بدهم ينعدموا، بيروحوا بيعدموهم. ولا لا ما بدكم تعدموا المجرم؟ بدكم ايانا نروح نحن اذا حدا انقتل له شخص يروح هو يقتل، لانه بدكم غابة انتم. لانه في ناس بدها منطقة بعلبك الهرمل غابة، بدهم ايانا قطيع. يا اخي مستلمين المنطقة، جيبوا ناس عليها القيمة، سلموها مناصب. ليش عطول الفاشل والازعر واللي بيروح بيمسح جوخ بيمسح كراسي عندكم بتروحوا بتسلموه مسؤولية بمنطقتنا؟ والعالم المكافحة واللي بتشتغل واللي بتتعب والاوادم بتقلعوها. لوين بدكم توصلوا؟ لوين بدكم توصلوا؟ نحن منا مجرمين. هذا الشعب اللبناني كله ابن بعلبك الهرمل انسان ادمي، انسان قلبه طيب، انسان كريم، انسان قدم للبلد اكثر ما قدمت له. ولكن في مخطط بدهم ايانا نكون هيك. 20 ازعر بيفرطوا على الطرقات، بيشلحوا الناس، بيوسخوا سمعة مليون انسان. بس الله لا يسامحكم، الله لا يسامحكم. واذا بتآمنوا بالله الله لا يحرقكم حرق. عم بحكي للطقم السياسي وخاص نص الاحزاب المستلمه منطقتنا. يلا سلام.